السلام عليكم، بونجور بونسوار، أسف الأوان. رضوان معكم مرة أخرى ولينا. اليوم سيكون درس في غاية الأهمية. لماذا في غاية الأهمية؟ لأن نجد ما نقولوش الأبواق، ولكن مم الصحافة الجزائرية ما تطلعش إلى المشكل وتفهمه وتولي شوية للور وتشوف المستقبل. للأسف الشديد الصحافة تقول لك فقط واش راه صار اليوم. مثلا عمامرة راح ولا بدلوه بأحمد عطاف وزير جديد شو تقول لك الأخبار، ولكن ممسي يديروا اون طابل روند هكذا باش يهضروا مثلا للتكلم على المشاكل الموجودة ولا الاقتصادية السياسية الأمنية. ما عندهمش طريقة تطرق إلى هذا الدرس هذاك للأسف الشديد. دونك واش نديرو اليوم؟ مثلا نوليو شوية للور ومن بعد نبداو إيطاب بار إيطاب، مرحلة بمرحلة. دونك حنايا نروحو مثلا إلى بعض الأشياء اللي صارت مثلا، ونبداو نهضروا على هايليك. الخارطة هذه ماذا تمثل؟ تمثل البريكس في 2017. دونك اليوم البريكس مثلا في 2023 عنده شوية تغيرات، زادوا هناك بلدان اللي زادت الخارطة هذه. كي تشوفوا الخارطة هذه بيان سور البريكس موجود فيها روسيا، الهند، الصين، البرازيل وجنوب إفريقيا. ولكن نرى هنا بعض الألوان دخلت إلى بلدان أخرى، هي نفوذ هذاك البلد في البلد المجاور. كما قلت لكم لازم نولي ونرجع شوية إلى الوراء. هي الحادثة اللي صارت مع روسيا اللي كانت في G8 وكانت في G20. الدول هذه تاع الناتو والمتقدمة بغات تنحيها من هذاك الجروب، هذيك المجموعة. روسيا اللي عندها نظرة مسبقة على المستقبل، اوكي، عملت على خلق البريكس هذا، لأن على بالها باللي هناك مشاكل مع الناتو، والمشاكل مع الناتو هي مشاكل اللي تولي اقتصادية في المستقبل، لأن الاتحاد الأوروبي يسمع لهيمنة ولأوامر أمريكا. دونك فكر روسيا مع الصين خلق هذا البلوك، هذا المجموعة هذه في 2000 ومثلا نقولوا في 2008 لما عندها مشاكل مع جورجيا في 2007 2008. دونك تدخل أمريكا لمساعدة جورجيا، وثانيا في 2014 لمساعدة كريميا التي كانت تحت أوكرانيا اليوم ولات في روسيا. دونك هناك أشياء كثيرة باللي روسيا خمت باللي لازم ندير حاجة باش غدوة ما يشدونيش. طربيا هنا خلقوا البريكس هذا، ومن بعد نشوفوا الألوان مثلا من البرتقالي هي البرازيل والهيمنة تاعها على بلدان المجاورة. ما نقولوش ديريكتومون هيمنة مباشرة، ولكن خلقوا مجموعات اقتصادية، خلقوا مجموعات سياسية، خلقوا مجموعات أمنية. علاه؟ على بالهم باللي في المستقبل يستحقوا البلدان هذو تاعهم بيناتهم. أمريكا السياسة تاعها هي تقسيم البلدان، وما إيماجين تقسيم البلدان
وما بالك على تقسيم المجموعات. اوكي، امريكا لا تحب من الناتو هذا درت الهيمنه عليه، ولكن ما خلاتش الناتو هذا كقوه اقتصاديه الاتحاد الاوروبي يديروا الهيمنه على العالم. دونك نشوفوا هنايا البرازيل اللي عندها قوه اقتصاديه في المنطقه، واش خلقوا هنايا؟ خلقوا لو ميكارسور، دونك خلقوا مجموعه اقتصاديه موجوده هنايا. ترى بيان. ساوث افريكا اللي هي ثاني مجموعه من البريكس خلقت هنايا مجموعه اقتصاديه بين بوتسوانا، ناميبيا، وثاني لوزوتو. هذه هي يعني مناطق، هي سيدي كينغدوم موجوده داخل، هي كما نقولوا مملكه موجوده داخل ساوث افريكا، داخل الجنوب افريقيا. ولكن البلوك هذا البني ستان بلوك ايكونوميك سيكوريتير. هنا في الهند نلقاو بعد خروج امريكا من افغانستان هناك الهيمنه الهنديه والباكستانيات، وثاني سريلانكا، بنغلاديش، كاع البلدان هذو الهند عندها ممكن تكون عندها السيطره، وعندهم اقتصاد موازي يخدموا يشتغلوا كيف. نلقاو الصين اللي عندها مع الفلبين، مع كمبوديا، مع اندونيسيا اللي عندها علاقه وطيده مع استراليا، اليوم جبدتها الصين ليها. على شوفوا هنايا مثلا هذا بالخضر هنايا ازيان كانتريز، لان خلقوا الازيان هذيك بيناتهم الجزر هذوك، ومن بعد دخلت الصين معاهم. وزيد بزياده كاين هذا البنك تاع موسكو، وهذا سميتو البنك تاع جوهانسبورغ الموجود في جنوب افريقيا يعاون البلدان. اوكي، وكان هذا تاع تشونغاي يعاون البلدان، كل واحد واش يعاون. تروح دوموندي مثلا للبنك هذيك تعاونك وتعطيك مثلا دراهم، وما تفورسيش معك مثل البنك العالمي ولا صندوق النقد الدولي. دونك شوفوا، دونك الهيمنه خلقوا ان جروب، ومام طون ام يعاونوا لي بي هذاك باش يزدهروا. دونك ستان بون بلوك، هذه مجموعه جيده. ولكن واش نشوفوا هنايا؟ نلاحظ يعني ملاحظه مهمه. شفتوا هنايا المكان هذا تاع الجزائر مع افريقيا خاوي، يعني فيد، فارغ. وهنايا مع انه هناك بلدان الخليج اللي عندهم هذاك الجي سي سي، ولكن خاويه، لان هناك العراق، هناك لبنان، هناك سوريا، هذه البلدان هذو المجاوره. دوك نشوفوا باللي لو كان النظره تاع السعوديه اللي بغات تدخل الى البريكس، ونظره الجزائر اللي بغات تدخل الى البريكس، يساعد البلدان هذه كما الصين، كما الهند، كما روسيا، باش هاد لي بي هذو يوليو كقطب. مع انه هناك اقطاب هنايا الجامعه العربيه اللي فشلت، هناك المغرب العربي اللي فشل، وهناك الجي سي سي اللي فقط لي بي دي غولف هذوك. الجي سي سي هناك تعاون اقتصادي، هناك تعاون سياسي، هناك تعاون امني. دونك المشكله اللي هضرنا مثلا الايامات اللي فاتوا باش يكون السلم والامان في المنطقه هذه، لان ايران راهي تدخل في اليمن، راهي تدخل في سوريا، راهي تدخل في لبنان، راهي تدخل في البحرين اللي راهي عنده علاقه مع السعوديه، اليمن. دونك هناك هيمنه الى ايران دخلت الى اليمن، ممكن يكون مشاكل، لان هناك كل البواخر جزء من هذاك المضيق. دونك هناك سياسه جديده راهي تخلق. اوليو الهند
اوليو السعوديه يكون عندها مشاكل مع ايران، يروحوا يوليو اونصومبل. دونك نشوفوا لي كولور جدد اللي يخلقوا، لان تقارب ايران مع السعوديه واش يخلق لك الازمه البحرينيه، ازمه اليمن، ازمه العراق، ازمه لبنان، ازمه فلسطين، ازمه الكوموروس. لان هناك مثلا ايران راهي توشوش شويه الكوموروس، النص تاعها بغا يولي مثلا شيعه. مثلا علاقه ايران مع باكستان باش توشوش ليها، باش يولي مثلا هناك تخاصم بين السنه والشيعه. دونك هذه الحرب الطائفيه، باسكو ايران تجي تعاونك بالماكله، تجي تعاونك بالبترول، تجي تعاونك بلا سيكوريتي، ولكن هي النظره تاعها باش تنشر الطائفيه تاعها. السعوديه نفس الشيء. دونك كل واحد يخاف على المذهب تاعو، كل واحد يخاف، لان السعوديه لو كان تروح لها قبله المسلمين يروحوا ديريكت لايران ولا يروحوا للعراق، شحال من مسلم اللي يروح لها. دونك il vaut mieux يكون تقارب هذا بين ايران ولا السعوديه كي يوليو ستان بلوك. بوتاتر يدخلوا في زوج البريكس، الاولى هي اللي تدخل هي السعوديه قبل ايران. دونك نسحقوا كالبريك هذاك، نسحقوا باش تدخل، وما يسميش الناس راهي تزيد تزيد بي تزيد لي لاتر، يسموها بريكس بلاس. اي بلد يدخل يكون بريكس وزائد بلاس. ولكن المنطقة لا بلوز امبورطونت هي افريقيا. شفتوا هنايا راهي خاوية. دونك نروحوا الى حتى وين نوصلوا الى لماذا اختير احمد عطاف كوزير الخارجية. دونك نجيو الى لا فوتو هنايا. هذه نشوفوا لا فوتو هذه، نقارن بين 2000 وبين 2019. دوك نشوفوا الازرق هو الهيمنه الفرنسيه على افريقيا. الهيمنه الفرنسيه عسكريا اقتصاديا، يعني واحد الاسكلافاج والمشاكل بين لي زيتني، يعني هناك مشاكل حروب قتليتو. بصح في 2019 نشوفوا بالاحمر هي كيفاه ولات الصين تعاون هذوك البلدان. نحيو هاد لاباج هادي، قلت لكم على البريكس. دوك نوليو الى لماذا اختير احمد عطاف كوزير للخارجيه اليوم، مع انه هناك تحفظات. الفرق بين العمامرة واحمد عطاف للاسف الشديد ما نشوفوش الصحف تاعنا ولا هذوك النشرة الثامنة ولا هذوك لي كولوك، هذاك يقعد يدير طابل روند يهضر يفهم لك مثلا الشخصية، يقول لك مثلا ما هو الفرق بين احمد عطاف وبين العمامرة كوزيران للدبلوماسية الجزائرية. هكذا حنايا صغار هكذا اللي ما نعرفوش نشوفوا بلي وزير خارجية كيف يخدم مليح في الميدان، ومن بعد نقول هذا مليح هذا ماشي مليح. ولكن في الدبلوماسية الحقيقية في الوزارة الخارجية نلقى وزير ولا وزيرين ولا 3 وزراء في نفس الوقت، بالصح النظرة تاعهم كيف يشوفوا العالم مختلفة. دونك العمامرة هو محافظ، ستيل كونسيرفاتور. دونك واش يدير؟ حماية البلد، حماية البرودوي ناسيونال، حماية لي زونتربريز ناسيوناليتو. في نفس الوقت الاختصاص تاع العمامرة وشنو؟
الاختصاص تاع العمامرة أو هنايا، نجيو لهنا. أول اختصاص تاع العمامرة، العمامرة مختص كمحافظ للأمن القومي والسلام في البلدان الإفريقية. لا سبيسياليتي تاعو هو محنك في الدبلوماسية، ولكن لا سبيسياليتي تاعو هو، نجيو لهنا، مفوض السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي. لا بيريود هذه اللي نسحقوا فيه العمامرة، لا بيريود هذه باسكو لي اون ترانزيسيون في الجيري وفي لافريك وفي الموند. نجي قلنا هذا العمامرة اللي دوي ومحنك في القضايا، الحروب، لي كونفليتو. يعني من 2018 إلى 2023 العمل تاع العمامرة واش كان؟ هو كان هنايا في إفريقيا تسوية المشاكل، هذا البلد مع هذا البلد، هذا البلد مع هذا البلد، لي فرونتيير، على الماء، على البترول، كل واحد واش راه يجري مع بلد آخر. وكاين الهيمنة الفرنسية صافي تدخل العمامرة. مام هذا لا كرياسيون تاع لو جي فور، هذا الجي فور هذا بين إثيوبيا، نيجيريا، الجزائر وساوث أفريقيا. هذا يقولوا له لو جي فور. إيماجين عندنا 4 أكبر دول اللي عندهم القوة والنفوذ في إفريقيا، خلقنا معاهم لو جي فور، لأن كما قلت لكم نوليو لهنا، نوليو إلى وراه إلى فوتو هذيك، نوليو لهنا